الرئيس الجزائري يهدد عرش إسرائيل ويكشف دعم الجزائر للمقاومة الفلسطينية وتحالف قطر الجزائري بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت تتفق معي أن الجزائر هي حصن الأمة العربية، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي غيلانت بتصريحات خطيرة إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية وقال: أنا أحذر هذه الدول من المساعدات العسكرية إلى قطاع غزة ومنها حزب الله في لبنان والحرس الثوري الإيراني. وقال: سنضرب مقر قناة الجزيرة القطرية في الدوحة وسنضرب أهداف عسكرية جزائرية من قواعدنا في المغرب. لكن ما هز إسرائيل والعالم هي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى صحيفة الوطن القطرية وقال: لا أحد في العالم يجرؤ على ضرب الجزائر، فالجزائر تعمل منذ سنوات طويلة لهذا اليوم، والشعب الجزائري استحمل النفقات الهائلة التي تصرف على الجيش الجزائري، فالجزائر تمتلك أحدث اللدرات ومنظومات الدفاع الجوي في العالم، فترصد أي أهداف تقترب من حدود الجزائر. وإذا تجرأت إسرائيل وفعلتها من قواعدها في المغرب ستكون المغرب ولاية مغربية. وقال: إسرائيل تعلم جيدا أن الجزائر تساند المقاومة الفلسطينية مثلما ما تدعم أمريكا وأوروبا إسرائيل. وقال: أنا اتفقت مع أمير قطر على أن الجزائر ستمد قطر بأحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم لحماية قناة الجزيرة من أي هجمات إسرائيلية. وسرب من المقاتلات الجزائرية سيتواجد في الدوحة للاشتباك الجوي مع أي طيران معادي. وقال: إسرائيل بدأت توسيع الحرب خارج قطاع غزة بعد أن ضربت صواريخ في مدينة طابة المصرية وقتلت مدنيين وأصابت العشرات، فعلى الدول العربية أن يفوقوا الآن وأن يعرفوا أن الكيان الصهيوني بهذا التفكك العربي سيحتل كل البلدان العربية بقيادة أمريكا وأوروبا. وفي النهاية لو أنت تتفق معي أن الجزائر هي حصن الأمة العربية، اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.